الرحمن الرحيم. هنحل بالتفصيل الدرس الثالث القيمة المكانية، ونحلله بثلاث طرق ونركز مع بعض. عبر عن كل عدد باستخدام جدول القيمة المكانية ثم حلله بثلاث طرق. عامة ده ما بيجيش في الامتحان الجدول القيمة المكانية، اللي بيجي اللي هو حلل وطريقة واحدة كتير بتبقى سهلة. فتعالوا مع بعض نشوف. يلا مع بعض. احنا نركز دلوقتي يا ولاد في الجدول القيمة المكانية بتاعي. طب الرقم ايه يا مس؟ هناخد الرقم بتاعنا اللي هو 56 و53 جزء من المية. هنكتبها كده 56 و53 جزء من المية. يلا مع بعض نشوف هنحله ازاي. تعالى الاول حط العلامة تحت العلامة اهي، العلامة تحت العلامة. خبي يلا. خد اللي بعد العلامة الخمسة قاعدة في جزء من 10 وادي التلاتة. جميل يا مس. طب والوحدات؟ 56 يعني 6 أحاد الخمسة عشرات. ادي 6 أحاد وادي الخمسة عشرات. موضوع سهل مفيهوش أي حاجة. نيجي بقى للطرق بتاعتنا بتاعت الصيغة الممتدة. هكتب الرقم قدامك عشان نبقى فاهمين. قال لي 56 و53 جزء من المية. حلو كده، حلو يا مس. طب يا حبيبي أنا عايزة الصيغة الممتدة اقسمهم نصين. يعني ايه يا مس؟ يعني خد 56 زائد 53 جزء من المية. ادي 6 القلم جديد 56 ادي 56 زائد 53 جزء من المية. سهلة أوي 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 مفيهاش حاجة. طب والطريقة التانية مس؟ فكهم كل واحد لوحده. يعني 6 أحاد زائد 50 يعني 5 عشرات. طب والأجزاء يا مس؟ تعالى للأجزاء. زائد خد زائد 5 من 10 زي ما هي. بعد كده نفك التلاتة بقت لوحديها، الخانة بتاعتها تبقى 3 أجزاء من 100. طب والطريقة التالتة أسهل منها برضو مفيش. ممكن احنا نكتب 50 زائد 6 زائد خد الأجزاء العشرية كلها مع بعض 53 جزء من 100. كده مش سهلة قوي جدا مفيهاش أي حاجة، مفيهاش حاجة صعبة. تعالوا يلا نركز في اللي بعده. نركز كده مع بعض. اكتب كل عدد مما يأتي بالصيغة الممتدة. براحتي يا ميس، براحتك يا حبيبي. يعني ايه يا ميس؟ يعني احنا دلوقتي هنحل تدريبات. انا هحل الصف ده وانت هتحل الصف التاني. يعني انا مش هحل الكتاب كله، انا هحل جزء منه. طب ركز معايا. 9 و750. طب ايه اسهل طريقة؟ خد التسعة احاد لوحديها. ايوه اعمل زائد خد الاجزاء العشرية اللي هي 750 جزء من الالف. يعني الوحدات لوحديها والأجزاء لوحديها. طب والتاني نكتبه الأول يا ولاد. 89 و36 جزء من الألف. عايز تكتب 9 زائد 80 زائد 6 وإيه و30 جزء من الألف. دي غير دي؟ احنا عندنا 3 طرق للصيغة الممتدة. عندي 123 و52 جزء من الألف. 100 يعني 1 في المئات. 23 يعني 2 في العشرات زائد 3 في الأحاد. زائد حط الأجزاء العشرية كلها حبيبي متعبش نفسك. 52 جزء من الألف. في طريقة تانية اكتبها يا ميس؟ ممكن اكتب كل ده 123 زائد 52 جزء من الألف. وهكذا يا ولاد نحل مع بعض. يلا عدل على السؤال اللي بعده. عندي 70 زائد 4 زائد 6 من 10. يعني اعمل ايه؟ عايزه صيغه قياسيه. يعني ايه صيغه قياسيه؟ يعني اكتبه عدد، يعني عدديه، يعني ارجعه عدد تاني مش هفكه. هي دي كده صيغه ممتده. انا عايزه ارجعه يا مس. دور على الاحاد فين؟ الاربعه. 4 والسبع عشرات يبقى 74. اكتب العدد الاول ادي 74. حط البوينت وراه. نيجي للاجزاء بقى. 6 اجزاء من 100. اكتب 6 اجزاء من 100. ادي اول واحده. تاني 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 يا جميل. شوف السؤال اللي بعده كده وركز معايا. 8 زائد 8 أجزاء من 10 زائد 8 أجزاء من 100. الأول حط ال8 حبيبي. حط ال8 وحط العلامة. قال لك 8 أجزاء من ال10 يبقى هي الأول، وبعدين 8 أجزاء من ال100. طب والصفر ده يا ميس؟ الصفر ده بيحجز خانة الجزء من 10. واحدة كمان كده. 9 في 1 زائد 9 في 1 على الألف. ايه الفرق؟ 9 في 1 يا ولاد يعني 9. حط العلامة. 8 في 1 على 1000
يعني دي أجزاء، يعني 8 أجزاء من الألف، يعني أنا ما عنديش جزء من 10 ولا جزء من 100، وآدي ال8 تتحط في جزء من 1000. واحدة كمان، واحدة كمان. 9 في 1/10. أول ما تشوف الكسر اعرف إن دي أجزاء، أعرف إنها أجزاء. هنحط العلامة، آدي الصفر الأول وبعدين العلامة. ماشي. 9 في جزء من 10 يعني 9 أجزاء من 10. جميل يا مس. ماشي يا مس. وبعدين 8 في 100 يعني 8 في جزء من 100. و2 في 1/1000 يعني 2 في خانة الجزء من إيه؟ الألف. تمام؟ تمام. يلا نحل اللي بعده. هنفك العدد 72 و23 جزء من 100. هو فكها حطلي 70، يتبقى لك مين؟ الاتنين يا ميس. نحط 2. طيب يلا نكتب العدد الأول. أدي 70 زائد، أخدنا السبعة لأنها في خانة العشرات ب70، يبقى اتبقى لي الاتنين في الآحاد زائد، سايب لي خانة واحدة. لا يا ميس، تحطي هنا 2 وفاضل خانتين، يبقى هنفك الاتنين والتلاتة، يبقى الاتنين جزء من 10 عشان هي قاعدة في جزء من 10، والتلاتة في جزء من ايه؟ من 100. تاني 72 و23 جزء من 100. 72 خد 70 يتبقى لك الاتنين. 23 الاتنين في جزء من 10 والتلاتة في جزء من 100. عايز الصيغة الممتدة للعدد الجميل بتاعي. 10 زائد 1 زائد 8 من 10. اجمع العددين ولا نحطهم أحد وعشرات؟ نحط أحد وعشرات. الواحد في الأحاد والواحد في العشرات، تحط العلامة جميل. بعد كده 8 أجزاء من 10، سهلة جدا قوي. 8 تخش خانة الجزء من 10. عندي صيغة، عندي 60 زائد 3 زائد 2 من 100 زائد 4 أجزاء من الألف. تعملي إيه يا مس؟ ولا أي حاجة. تعالى نشوف الأحاد والعشرات بتاعنا الأول. الأحاد 3 والست عشرات يبقى 63. حط العلامة. عندك جزء من 10، في رقم لازق في العلامة من ناحية اليمين؟ لا، بس في عندي جزء من 100، فأنا هحجز جزء من 10 وأنزل الاتنين، والأربعة في جزء من إيه؟ من 1000. كده أنا عملت صيغة قياسية. طيب نشوف الصيغة الممتدة اللي ناقص رقم. مين اللي ناقص عندي؟ ركز كده، الاتنين أحاد ومكتوبة أهي. الخمس أجزاء من 10 مكتوبة. التلاتة ما اتكتبتش. طب هي التلاتة دي بجزء من ايه؟ هقول له التلاتة دي تتكتب جزء من ايه؟ من 100. بعد كده السبعة واتكتبت جزء من الألف. 3 أجزاء من 100 و7 أجزاء من 10 بالصيغة القياسية. صيغة قياسية يعني كاتبها لي اهو. كاتبها يا مس. طب هنعمل ايه يا مس؟ لا دي جميلة أوي على فكرة، مفيهاش أي حاجة، مفيهاش أي حاجة. ركز حبيبي. صيغة قياسية يعني عددية. صيغة قياسية يعني عددية. قال لك 7 أجزاء، 3 أجزاء من 100 و7 أجزاء من 10. روح حط ال7 أجزاء من العشرة والتلاتة تتحط في خانة الجزء من إيه؟ من 100. ركز في اللي وراها كده يا جميل ماما. عندي 6 أحاد و2 جزء من 10 و5 أجزاء من 100. قال لي برضو صيغة قياسية. طب نمشي بالراحة كده يا جميل ماما. قال لك 6 أحاد، حط ال6 في الأحاد. 6 أحاد. طب ونحط العلامة 2 جزء من 10، الاتنين في خانة الجزء من 10، و5 أجزاء من 100 تحط في جزء من 100، يبقى يطلع عندي 6 و25 جزء من 100. شوف اللي بعديها. تمام. 9 أحاد. اكتب يا بابا 9 أحاد. يلا ادي 9 أحاد، حطي علامة وراها. وعندي 8 أجزاء من 1000، يعني مفيش جزء من 10، مفيش جزء من 100، بس في جزء من 1000. ركز تاني. برضو عايزة صيغة قياسية. صيغة قياسية يعني ايه يا مس؟ هقول لك دلوقتي. صيغة قياسية يعني ايه؟ لسه ما عرفتش لغاية دلوقتي صيغة قياسية يعني ايه؟ يعني صيغة عددية. 4 زائد 5 أجزاء من 10 زائد 5 أجزاء من 100 زائد 5 أجزاء من 1000. اكتب الأربعة أحاد. ادي العلامة. اللي جه ورا العلامة جزء من 10 هي الخمس، و5 على 100 يعني 5 في خانة الجزء من 100. 5 على 1000 يعني 5 في خانة الجزء من ايه؟ من الألف. نركز تاني. 5 و23 جزء من 100. 5 و23 جزء من 100. نقط أحاد 2 جزء من 10 3 أجزاء من 100، يعني كتب 23 أهي. يتبقى لك مين ما كتبش يا ولاد؟ الخمسة. يبقى الخمسة دي في خانة مين؟ في خانة الأحاد. نركز في السؤال الحلو اللي زيك ده. ركز. 629 جزء من الألف. عايزة أفك صيغة
عدد صيغة ممتدة. خدنا الاتنين وخدنا التسعة، يتبقى لك مين يا جميل؟ الستة. طب والستة دي في خانة ايه؟ في خانة الجزء من 10، يبقى 6 أجزاء من 10. تاني يا ميس، تاني وتالت وعاشر. انت حبيبي يلا نركز في اللي جاي. 44 جزء من 100. 4 في مين و4 في مين و4 في مين؟ بص يا حبيبي، دي أحاد يبقى هنضربها في 1، يبقى 4 في 1 زائد الأربعة اللي جنبيها دي بجزء من 10، يعني 1 من 10، يبقى 4 في 1 على 10، يعني جزء 1 من 10. طب والأربعة الأخرانية قاعدة فين؟ تاني رقم بعد العلامة جزء من 100، يبقى 4 في 1 على 100، جزء 1 من 100. قشطة قشطة جميل. يلا نكمل مع بعض الحل. 5، لا مش 5 مش دي 523 جزء من الألف. أفكها؟ لو ناحية اليمين يا ولاد يبقى 5 دي عشان هي بجزء من 10، يعني 1 على 10. 2 عشان في جزء من 100، يعني تتضرب في 1 على 100. 3 عشان في خانة الجزء من الألف، يعني 1 على الألف. تاني يا مس، عندي 113 جزء من 100. 100 دي يعني 100 في ايه؟ 100 عشان تطلع 100 يبقى 100 في 1، صح يا مس؟ طيب والواحد هيتضرب في جزء من 10، والتلاتة تتضرب في جزء من 100. يلا نركز في اللي جاي. لايك وشير حبيبي عشان يوصل لك كل جديد. يلا مع بعض في اختبر نفسك.